احد اجمد الحاجات اللي في السمارت هوم ان انت ممكن بفويس كوماند تخلي البيت يظبط لك المود. يعني ممكن تقول له هي جارفيس ريكوردينج، ويبتدي هو يظبط لك الدنيا والمود والحياة تبقى سعيدة. بس تظبيط المود والكلام اللطيف ده كله مش هيحصل من نفسه، لازم يبقى عندك سمارت لايتس محطوطة في البيت علشان على أساسها البيت يتحكم فيها ويظبط لك المود على مزاجك بسينز واوتوميشنز إلى آخره. وأنا كنت عملت حلقة قبل كده اسمها منور بصحابه، بتكلم فيها إزاي تأوتوميت وتشغل الكلام حسب اليوم وحسب مزاجك وحسب المود. بس ما اتكلمتش على الهاردوير، أو بطريقة تانية ما اتكلمتش على إيه أنواع السمارت لايتس اللي ممكن تجيبها في البيت. ودلوقتي السوق بقى مليان من اول حاجات زي ايكيا، اكارا، وبراندز تانية كتيرة قوي. بس انا هنا ما بحبش اتكلم معاكم ولا اقول لكم على حاجه سبيشالي، كمان ان السلسله دي اسمها اسال مجرب، فمش هتكلم معاكم على حاجه انا شخصيا ما جربتهاش. وعلى قد ما انا واحد بحب اجيب واجرب ماركات كتير، بس طبعا انتوا عارفين من رابع المستحيلات ان انا اغطي كل الماركات اللي موجوده في السوق. فهركز في الفيديو النهارده على 3 براندات انا عاده بروح لهم لما باجي اشتري اي اضاءه ذكيه في البيت. فخليكم معايا لحد اخر الفيديو وقولوا لي رايكم في الاخر، انت لو هتشتري منهم هتشتري انهي واحده. اول براند هنتكلم عليه هو فيليبس هيو. وبالنسبه لفيليبس هيو فهو مما لا شك فيه هي من اغلى البراندز اللي انت ممكن تدخلها السمارت هوم بتاعك. بس برضو مما لا شك فيه، زي ما كل الناس اللي استخدمت فيليبس هيو قبل كده اتكلمت عليها، ان هي it just works. بمعنى اخر هي ريلايبل، كويسه، تقدر تعتمد عليها، مش هتقع من على الجريد بتاعك وتبقى عندك تكنيكال ديفيكولتيز او مشاكل تقنيه فيها معظم الوقت لو ما كانش كل الوقت. طيب مشكله السعر دي انا شخصيا بتصرف فيها ازاي؟ عشان انا عندي حاجات كتيره من فيليبس هيو، بس كلها جايبها لما بتنزل في السيل، سواء بقى بلاك فرايداي، برايم داي اللي بينزل في شهر 6 او في شهر 11 لو انا فاكر صح. اول ما السعر بينزل 20 30% بيبقى السعر منطقي شويه وممكن تدوس فيها. حاجه تانية لطيفه هم عملوها او فيليبس ادركتها ريسنتلي، هي فكره ان السوق ما بقاش مستحمل ان انا انزل برودكتس بالمنظر ده، خصوصا ان في براندز تانية زي ايكيا واكارا زي ما اتكلمت ابتدوا يخشوا في الموضوع وابتدوا يبقوا منافسين اقوياء قوي لماركه زي فيليبس. فنزلوا ريسنتلي لاين اقتصادي او اللي هو الفيليبس هيو اسينشال. ده نفس اللمط تقريبا بس اسعارها اقل، ومش بتضحي بخواص تقريبا من الحاجات الاساسيه او من المين لاين بتاعها. طيب نيجي للمشاكل بتاعت فيليبس هيو. غير مشكله السعر، فيليبس هيو نظريا اللايت بولبز بتاعتها، انا عندي مثلا الفيلامنت اللي هي درجات الابيض والار جي بي اللي هي بتغير الوان، نظريا اللايت بولبز بتاعتها زيجبي انيت. بس عشان تخليها تدخل على النتورك بتاعتك ايا كان الايكو سيستم اللي انت شغال عليه عن طريق البروتوكول بتاع الزيجبي، لازم تكون شاري الهب بتاع فيليبس، وهو اللي هيشتغل كهمزه وصل ما بين اللمض وما بين السمارت هوم ايكو سيستم بتاعك. طب ايه المشكله في كده؟ ما في براندز كتير قوي بتعمل كده. المشكله ان فيليبس هيو عملت حركه نقص مع العملاء بتوعها من كذا سنه، وقفوا السبورت لموديل معين من الهبز كان موجود عند كل الناس تقريبا، وقال لك احنا مش هنديله لا تكنيكال سبورت ولا فيرموير ابجريد ولا اي حاجه، بلح روحوا اشتروا الموديل الاجدد. فبالتالي ممكن في اي لقطه فيليبس هيو هي اللي متحكمه في الكونكتيفيتي بتاعه السمارت لايت بولبز بتاعته. واللي يقلق ان هم ريسنتلي اعلنوا ان هينزلوا هب جديد بعد سنين كان الهب اللي موجود شغال، فربنا يستر. المنتجات بقى اللي محببه الى قلبي من فيليبس مش بس اللمض العاديه، انا عندي اكشلي جهازين او لمبتين انا بحبهم قوي. الفيليبس هيو جو، ودي ميزتها ان هي بورتبل، يعني ممكن تاخدها تفصلها عن الكهرباء وتحطها في اي مكان لمده ساعه ساعه ونص، وده شيء لطيف جدا مش موجود في سمارت بولبس كتير. اللمبه الثانيه بتاعت فيليبس اللي انا بحبها قوي هي الفيليبس هيو ايرس، ودي انا مش بصنفها كلمبه يا جماعه، دي قطعه ديكور، لان انت بتحطها في مكان شكلها شيك جدا، بتدي اكسنت لايت او اضاءه غير مباشره لطيفه جدا في المكان اللي هي فيه، الوانها حلوه قوي، المود اللي بتعمله في المكان لطيفة جدا جدا جدا. تاني براند عندي في البيت هنا وبحب فعلا اشتريه واجيبه، وكان في معلومة بهرتني عنه، هو ويز براند محترم جدا 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 جدا، وكتير منكم ممكن ما يبقاش عارفه، وانا شخصيا حتى ما كنتش اعرف ان سيستر براند او صاب براند من فيليبس هيو. يعني كأن انا مثلا قلت لك ان انا جبت عربية نيسان اللي هي الهاي اند بتاعها انفينيتي، او جبت تويوتا اللي هو الهاي اند بتاعها لكسس، نفس الكلام
الكلام بالظبط. لما تروح تشتري ويز لايت بولبس كانك جبت سيستر براند او جبت الفيليبس هيو بس البادجت اوبشن منه. العظيم بقى في ويز غير ان برضو الاكسبيرينس بتاعت الابلكيشن بتاعهم لطيف، ان هم كمان دي انتجريت فيري ويل او بيخشوا في الايكو سيستمز بسهوله جدا جدا جدا، خصوصا ان معظم البرودكت لاين بتاعهم في الفتره اللي فاتت ماتر انيبلد. ولو فيكو حد لسه مش فاهم يعني ايه ماتر، وانا قلت زيجبي من شويه، روح اتفرج على حلقه لما الاجهزه تتكلم، هتفهم قد ايه ان ماتر دوت هو المستقبل بتاع البروتوكول او اللغات اللي الاجهزه السمارت هتبتدي تتكلم بعض بيها في البيت عندك. فكلهم ماتر انيبلد، بيخشوا على معظم الايكو سيستمز لو ما كانش كلها، جوجل، امازون، ابل، كمان معاهم طبعا هوم اسيستنت. وهوم اسيستنت تحديدا عنده ويز انتجريشن بيلت ان بيخليك تاخد كل الخواص اللي انت ممكن تتحكم فيها من الاب، بما فيها الايفكتس اللي موجوده على الابلكيشن كلها تتنقل وتبقى موجوده معاك على هوم اسيست. جربت منهم الار جي بي لايتس، برضو جربت من عندهم الفيلامنت لايتس، والاثنين فيري ريلايبل. في واقع الامر الجيتار دود والسيتنج دود اللي فيكم بيتفرج على الفيديوهات من بدري دول ويز فيلامنت لايتس، وشكلهم لطيف جدا وبراند محترم قوي. كلمتي معاهم حاجه واحده بس، ولو حد فيكم عنده الحل بليز اكتبوا لي في الكومنتات. في خاصيه ويز اعلنت عنها ان اللايت بولبس بتاعتها لو انت عندك كذا لايت بولب في المكان فهم يقدروا يشتغلوا كبريزنس ديتكشن بطريقه ما. انا لسه باكسبلور الموضوع دوت، طبعا الموضوع دوت لو طلع حقيقي يبقى الكلام عبقري، بس انا فشلت فشل ذريع ان انا اعمله. فلو لقيتوا الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات وعرفوني، ويلا بينا نجربها مع بعض. اخيرا وليس اخيرا، والبراند الاكثر قربا الى قلبي هو جوفي. بالنسبه لي جوفي ليه بحب البراند ده قوي، او ده بالنسبه لي اعلى براند انا بجيبه او بروح عليه دايما، لان البراند هو بيجمع ما بين حاجتين، الفاليو وفاليو فور ماني زي ما بيقولوا. بيجمع ما بين الفيتشرز والامكانيات وسهوله البيرنج والاكسسبيليتي، وان هو بيخش على معظم الايكو سيستمز لو ما كانش كلها، وفي نفس الوقت لا هو بغلو الفيليبس هيو ولا هو حاجه بادجت فانت تبقى بتشتريه وقلقان او عارف مستني هيبوظ منك امتى. فجوفي فيها البالانس العظيم دوت. يعني في الاوضه دي لوحدها انا عندي 6 أو 7 حاجات جوفي. في لايتس هنا في الكابينت، التي في باك لايت اللي هو النور اللي في ظهر التلفزيون دوت، ال اي دي ستريب اللي ورايا ديت، كل ده جوفي. لو هنقي اكتر 3 برودكتس انا حبيتهم من جوفي، هو الجوفي نايت ستاند لايت او الاباجوره اللي بتتحط على الكومودينو اللي جنب السرير. ده الموديل القديم، فيها افكتس لطيفه جدا، كل حاجه شغاله فيها تاتش، شكلها شياكه. الموديل الاجدد منها كمان نزلت الجزء اللي تحت في جي بي ال سبيكر، فممكن اكشلي تشغل مزيكا وتتفاعل مع المزيكا، حاجه روشه جدا. بس دي من الحاجات اللي انا بحبها. الايتم التاني اللي انا حبيته قوي من جوفي برضو هو التي في باك لايت اللي بكاميرا، بيدي اكسبيرينس مختلفه لاي حاجه انت بتتفرج عليها في التلفزيون. فكره ان اللايت يبقى اكستندد للحيطه اللي متعلق عليها التلفزيون بيخليك تنغمس في تجربه الفرجه، سواء بقى على ماتش، على فيلم، على اي حاجه. الموضوع فعلا بيفرق، بيديك اصلا احساس ان التلفزيون كبر 3 4 انش. وثالث حاجه انا بجد حبيتها من عندهم هو الفلور او الستاند لايت، ودي بتدي برضو اضاءه مش دايركت قوي، بس بتدي مود لطيف وبتدي احساس ديكوريشن لطيف جدا في المكان اللي هي محطوطه فيه. طيب مشكله جوفي ايه؟ مشكله جوفي وحيده من وجهه نظري، بس انا لقيت لها حل نسبيا، هي الانتجريشن بتاعها مع الايكو سيستم. بتنتجريت بطريقه لطيفه جدا. لو انت عندك الامازون ايكو سيستم بتنتجريت برضو مع جوجل، او معظم الموديلات بتاعتهم بتشتغل مع جوجل. ابتدوا ينزلوا اجهزه ماتر، فبالتالي بقت كمان تخش مع معظم الايكو سيستم. مشكلتي الوحيده فيها كانت مع هوم اسيستنت، ان انا مش قادر الاقي الطريقه ان انا اضمها على الايكو سيستم بتاع هوم اسيستنت وابقى واخد كل الفيتشرز اللي موجوده عندي في الاب. الحل الوسط اللي لقيته ان انا عملت انتجريشن عن طريق الام كيو تي تي. وبرده لو لسه مش عارف الام كيو تي تي، انا كنت اتكلمت عليه، هيطلع لك فيديو هنا اهوت بتكلم فيه. هو بروكر بيوصلك بالاجهزه بتاعتك اللي موجوده السمارت في البيت، وده اداني اكسس على معظم، بس ستيل مش كل الفيتشرز اللي موجوده في الابلكيشن بتتنقل معاك على هوم اسيستنت. فلسه في حاجات برضو بتروح عليها على الابلكيشن عشان تعرف تعمل. بس ده حل وسط لطيف، مش مضايقني قوي، وفعلا زي ما بقول لكم باخد البست فاليو فور ماني مع جوفي. الخلاصه كل براند وليه الزبون بتاعه. لو انت راجل عايز تكلف وتصرف وفي نفس الوقت تبقى شاري دماغك على اكتر حاجه ريلايبل في السوق، وما عندكش مانع ان في اي لقطه الشركه تيجي تقول لك اشتري ده عشان ده احسن وهتمشي وراهم،
روح على فيليبس هيو. لو عايز تصادي منه وبرضه عايز تفضل قريب وبتحك في الفيليبس هيو روح على الويز. لو عايز البيست فاليو فور ماني من وجهة نظري المتواضعة التي قد لا تعني شيء روح على جوفي، وهتلاقي نفسك بتستفيد وفي نفس الوقت مش بتدفع بنفس الارقام اللي هتدفعها في فيليبس هيو. لو عندكم براندز انتوا جربتوها وحبيتوها شير معايا، اكتبوها لي في الكومنتات. فلايك وسبسكرايب بقى والكلمتين الحلوين دولت عشان ما يفوتكش الحاجات اللي هتنزل الفترة اللي جاية. ولو انت نزلت اشتريت لك كام لمبة من دول ارجع اتفرج على الفيديو بتاع منور باصحابه عشان تعرف ازاي تدخلهم في اوتوميشنز وتظبط مودك زي ما وريتك في اول فيديو. اشوفكم الاسبوع الجاي.